دكتور حسني عبيدي، أرحب بك مجددا. في العام الماضي وقعت الولايات المتحدة اتفاقية أمنية مع الجزائر للتعاون في مجال محاربة الإرهاب. حتى اليوم لم تفعل هذه الاتفاقية، بينما يجري التعاون الأمريكي مع المغرب من خلال المناورات المشتركة وما إلى ذلك. هل تعثرت هذه الاتفاقية بسبب تباين المقاربات بين الجزائر وواشنطن تجاه الساحل كما يرى بعض المحللين، أم ثمة أسباب أخرى؟ مساء النور. أنا أعتقد أن التعاون الأمني بين الجزائر والولايات المتحدة هو يمتد إلى فترة، ولم تكن عملية التوقيع على الاتفاقية نقطة تحول. وأعتقد أنه كذلك أن التعاون الأمني بالزيارات المتعددة التي قام بها العديد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية وفي كذلك القيادة الأمريكية الوسطى هو مؤشر موضوعي على أن هناك تبادل للمعلومات في هذا الموضوع. النقطة الثانية، أنا أعتقد أن في النهاية هدف كل الدول المغاربية هو قضية الأمن والاستقرار للمنطقة. والمقاربة الجزائرية منذ فترة هي تقول بأنه لا بد من معالجة الأمور من الجذور، أي أسباب في النهاية الأسباب التي تؤدي إلى أعمال مسلحة وتؤدي كذلك إلى إضعاف الدولة. موريتانيا هي نقطة حساسة كما ذكرت. لماذا؟ لأن موريتانيا تعلم جيدا بأن ليس لديها قوة عسكرية وجيش مؤهل في النهاية وعلى تم الاستعداد لمواجهة أي هزات أمنية، وبالتالي هي من مصلحتها تنويع الشراكات سواء مع الولايات المتحدة أو كذلك مع دول الجوار. الجزائر لديها تجربة كبيرة كما تعلم، خبرة، لأنها أولا اكتوت هي من نار الإرهاب في العشرية السوداء، ولأنها هي الدولة الوحيدة التي لديها حدود كبيرة مع دول في النهاية دول غير مستقرة ومؤهلة للأسف مستقبلا أن تكون لديها العديد من القضايا. لذلك فأنا أعتقد أنه من الصعب على أي دولة في المنطقة أن تقول أن لها لا تتعاون لا على الولايات المتحدة. بس مثال فقير لو سمحت لي، حتى مع فرنسا في ذروة الأزمة بين فرنسا والجزائر لم تنقطع المشاورات، أو لنقل حتى بصراحة تبادل المعلومات ما بين الجزائر وباريس فيما يخص أمن منطقة الساحل.